السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين بكم في قناتي، قناة أكلات ليبية أم همام. إن شاء الله اليوم نديروا نوع من أنواع الحلويات، حلويات العيد بطريقة سهلة جدا مبسطة بدون كوشة، وطعمتهن حلوة بصراحة ومنظرها راقي وحلو. طبعا نوع بسيط. درنا هنا المروحة اللي يسموا فيها المروحة، اللي هي بالمكسرات والشوكولاتة البيضاء، ودرنا أصابع الشوكولاتة، ودرنا الكور اللوز بالشوكولاتة أو المكسرات. نوع حلو بصراحة. ودنا الطاروني اللي يسموا فيه زمان مربعات هذاهي بمكونات بسيطة جدا. ونبدأ بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نبدأ بالمكونات متاعي. أنا المكونات كيف ما واضحة عندكم في الصورة. عندي كباية كاكاوية محمصة ومقشرة، كباية لوز، كباية دقيق عادي، كباية حليب نيدو أو الحليب البودرة، وعندي جرجلان كباية إلا ربع، وعندي بشكوط عادي أي نوع بشكوط صادة عندك، وعندي حلوى شامية. طبعا نبدا هنا ناخذ البشكوط عفوا الدقيق وناخذه ونحمسه على النار، نحطه في طاجين عادي ونحمسه شويه باش ما يعطينيش طعم الشيء. لما الدقيق يطيب عندك يعطيك طعمه حلوه غريبه يعني مع تخلطيه مع الحلويات، لكن كان حطيتيه هيك ني حيبان طعم الدقيق والغلاظه نتاعه شويه في الحلويات. في الحلويات اللي بدون كوشه ضروري ما تحمسي الدقيق شويه. حنحمسه على الغاز على درجه نار هاديه بس ما ينحرقش عندي. وطبعا اللوز هنا محمستها وكاكاويه حمستها وقشرتها. وناخذ هنا ست البيت نحط فيها الكاكاويه عندي هنا ونهرمشها، ما نخليهاش ناعمه واجد ومش يابسه او مش غليظه واجد. ونحط في الصينيه الجرجلان. عندي هنا جرجلان ابيض بصراحه وحمسته، واللي حطيت حلوى شاميه. والجرجلان مفيد بك الحاجه الصغار لما تبدريها ديري فيها جرجلان مفيد. وطبعا معروف الجرجلان مفيد للصغار والكبار، فيه نسبة كالسيوم. وحطيت هنا الدقيق بعد ما حمست، حطيت على الجرجلان مع الحلوى المعجونة أو حلوى شامية، كيف ما سموا فيه عندكم. طبعا المقادير واضحات والشكل، بس الاسم كل واحد كل منطقة وسمي فيه. في اللي يسمي فيها شامية، حلوى معجونة، حلوى طحينية. اللي هي حطيت منها هنا أنا قولي نص كباية هيك، او تقدري تزيدي اذا كانت تحبيها. طبعا المقادير هذين ثبتات، بتزيدي اي مكون انت تحبيه طاغي على الاغلبيه حطيه. وهنا عندي حليب نيدو حتى هو او حليب البودره، ناخذه في طاجين ونحمسه. نحمسه نفس ما حمست الدقيق على نار هاديه وما تبى تقلبي فيه بسرعه. هو الدقيق اسرع، الحليب عفوا اسرع من الدقيق في التحميص. سيسا ما يتحمر معك راي ينحرق معك، ابي قلبي فيه وشوفي فيه لان فيه ساعه ما يتحمس معك. هنا حطيت طبعا الجرجلان كبايه الا ربع جرجلان، كبايه الا ربع حلوى شاميه او حلوى مطحونه، ممكن تحطي حتى نص كبايه. كبايه دقيق محمس، وكبايه حليب نيدو وحمسته حتى هو على النار. بعد تحمسي رد بالك على نار هاديه كانك تحمسي في كاكاويه بدون اضافه اي شيء، بقلبي فيه بتغليب مستمر. وعندي هنا الكاكاويه طبعا حمستها وبعدين قشرتها وطحنتها في ست البيت، هرمشتها يعني ما طحنتهاش طحنه ناعمه. وعندي هنا اللوز، وعندك اي نوع عندك كاجو، عندك لوز لخزاني، عندك الفستق تقدري تحطي عادي، واي نوع بشكوط. عندي هنا حتى هي بشكوط طحنتها انا خذيت طرف كامل. بشكوط فطوم انا حطيته، اي نوع بشكوط عندك تقدري تديريه. طحنتها حتى هو في ست البيت وخلطتها. طبعا هنا تخلط المكونات مع بعضهن. وهنا اضافه الدقيق والحليب نيدو هو مش حيأثر في الطعم، بس حيزيد لك الكميه. وحطيت هنا شوكولاته، كشيك كبير من الشوكولاته، وحطيت معها كشيك اخر من شوكولاته البندق او صوص البندق. اذا كان تبي تحطي عسل وطني او عسل خاثر بتاع عسل بكلاوه، الخاثر بكلاوه الكنافه، ما تحطيش عسل خفيف. وكشيك زبده. وطبعا تقدر تلمي باي نوع، اذا كان عندك كريم لوتس، عندك كريم الفستق، عندك كريم البندق، عندك شوكولاته بس تقدر تلمي بيها، او عسل حتى عسل منزلي ديري، بس ديري خاطر واجد ناس درناه من قبل في القناه بتاع البكلاوه والكنافه، مش العسل بتاع البسبوسه باش يلم معاكي يمسك اكثر. عموما نبدا نعجن فيها هيك او نلم فيها كويس بالشوكولاته. هنا عندي التخلط، ونفس ما قلت لك الشوكولاته مش من الاساسيات، بس اذا كان عندك شوكولاته اي نوع شوكولاته، الناس حتى اللي تحب النوتيلا تقدر تحطي نوتيلا، اي نوع شوكولاته عندك تقدر تحطي. اذا كان ما عندكش الا عسل ديري عسل منزلي حيجي معك حتى هو نفس النتيجه حلو، مش حيأثر واجد في الطعم ولا في الشكل. عموما نبدا نلم فيها هيك بالشكل هذا، نلمها لمه واحده من المكسرات بتاعي عند ما نحسيها ان هي طبعا ما عنديش مقدار مظبوط هنا، لان اللي عند ما تلم معك لما حسيتي ان هي تشكل معك بسهوله معناها خلاص هذا تمام، حيجي معك النوع بتاعك حلو. اذا كان حسيتي بصعب التشكيل بتاعها فزيدي اخرى، حطي زيدي حطي ماده سائله، تقدر تحطي حتى نوعين شوكولاته، وتقدر تحطي كريم لوتس نفس ما قلت كريم البندق، اي حاجه عندك تقدر تحطيها، وتقدر تزيدي معها العسل. ممكن تزيدي حتى مع اضافه العسل او حتى اضافه الحليب المحلى حتى هو يجي حلو.
هنا خلطتها وشفت هنا ما شاء الله تمسكت معي، خلاص انا مش مستحقه هنا نضيفها حاجه اخرى. هذا هو اللي نبيه القوام بتاعها. تيجي كيف ما نشكلها ما تفترش معي، معناها هي تمام النوع بتاعي هذا هي. وطبعا وتقدر تزيدي حديري حتى فستق، او ديري اغلبيه الفستق، او ديري حتى اذا كانت تبيها لون اخضر ديري الفستق الكذاب اللي هو الكاكاويه، تطبخيها وبعدين تنقيها يوم كامل في اللون الاخضر، تطبخيها وتقشريها وتنقيها في اللون الاخضر يوم كامل، بعدين تحمسيها في الكوشه وتطلعيها وتهرمشيها، تطلع لك لون اخضر مخفف بالميه طبعا، تطلع لك الفستق اللي هو يقول الفستق الكذاب. تقدر تخلطي معاه لوز تطحنيها وتزيني بيها عادي جدا. عموما هنا ناخذ هنا طاجين مربع، ضروري يبقى عندك طاجين مربع، ما عندكش طاجين مربع حتى تبسي مربع، حفاضه مربع، اي حاجه مربع باش يعطيك الشكل السمح اللي انت تبيه مربعات. هنا تاخذي ورقه زبده تحطيه على الطاجين تاعك افضل. هو اذا كان ما عندكش مش متواجد عادي ديري حتى سلوفان، مش متواجد ما تديريش شيء عادي يطلع معك بسهوله. نبدا نحطه هنا نواسيه ونضغط عليه باليد، اهم حاجه نضغط على الطاجين نتاعي زين باليد باش يعطيني الشكل المتساوي، باش انا بعد ما نقصه بعدين يجي الشكل نتاعي حلو. اهم حاجه اني انا نضغط عليها زين ونحاول نواسيها بيدي زين باش تواسى معايا السطح الطاجين نتاعي يقعد حلو. هنا ندير النوع الاخر، كرات المكسرات بالفستق، باللوز عفوا. نديرها هيك بالشكل هذا، نديرها على شكل كوره ونحطها من جوا، نحشيها بلوزه او نحشيها بكاكاويه، او اذا كان عندك حتى شوكولاته بس احشيها بشوكولاته، او كريم اللوتس او كريم البندق اللي متوفر عندك، تقدر تحشي بيها من جوا. تعطيكي طعم حلو ومنظر حلو، حتى لما تاكلي منها هيك تعطيكي شكل مميز شويه. ديريها على شكل كوره وبعدين نحطوها على جانب لعند ما طبعا ناخذ الطاجين بتاعي هذا نحطه في الثلاجه، وهذه الكوره ندير على شكل الكميه اللي تبي تديريها. اذا كانت بديري نوع كلها هيك او شيء عموما تاخذيه، وهذا اصابع الشوكولاته، وتاخذين وتحطين تصدفين في تبسي وتحطين في الثلاجه ملوطه هيك حاجه نص ساعه، وبعدين اشتغلي بيه بالشوكولاته. هنا نبي ندير نوع المروحه، طبعا بالشكل اللي عندك. اذا كان عندك الطاجين هذا تقدري تديري بيه الشكل، او اي حتى شكل الدائري عادي جدا، تبي ديريها دائره عاديه جدا ديريها دائره. اذا كان عندك اهم حاجه يقعد مقاس هذا نبي ندير فيه نفس الشوكولاته البيضاء. انا اهم حاجه انك انت الدوائر هذيلا تبي تديري نفس المقاس. اذا كان عندك هذا او الفورمه دائريه عندك تقدري تديري حتى على ورق الزبده، ديري بالفورمه دائريه وتضغطي عليها باليد حتاخذ لك شكل الدائره. بس هنا نبو الشكل نفسه تبي تديري عليه هنا الشوكولاته، يعني نفس الكبر متاعها، يعني تاخذي السيليكون هذا تديري به الحشوه متاعك، في نفس الوقت بتديري عليه نفس الشوكولاته باش يجيكي نفس الكبر. يعني اذا كان عندك نفس ما قلنا فورمه، عندك طاجين او حاجه فورمه مفتوح حتى تقعد حتى بلاستيك، بس عندك اكثر من طرف نفس المقاس، تحطين على ورق الزبده هيك بالشكل تصدفين تصبي فيه شويه شوكولاته، بعدين لما تديروا شكل الشوكولاته نحن على شكل الحلو تقدري تضغطي عليه حيطلع لك عادي، ياخذ لك شكل فورمه على طول، لان باش نحطوه في الكوشه نحن، لكن المشكله في الشوكولاته. الشوكولاته حتاخذي الفورمه. ان شاء الله فهمتوا علي، طولت عليكم باش تاخذي الشكل نتاعها البيضتون، فهمكم بعدين اخرى. هنا الطاجين طبعا بتاعي حطيتها في الثلاجه شويه نص ساعه، من سيحت الشوكولاته. خذيت شوكولاته بستان، خذيت 3 قوالب سيحت عليه، حطيت عليهن نص طاسه شاي حليب زيت، وتقدر تحطي عليه حتى كشكين شوكولاته الفازو وسيحيهن عليه حمام مائي، وبعدين صبين فوق الطاجين بتاعك بالشكل هذا، وواسي بيهن الطاجين. واذا كان ما تبيش تحطي شوكولاته او ما عندكش شوكولاته تبي تديريها من فوق، تقدري تديري عسل خاثر وتحطيه من فوق وتزيني بيه بالمكسرات، ما تهرمشينش كلن، خلي عندك زيدات ما تخلطينش في الخلطه ورشين من فوق. واذا كان عندك شوكولاته شويه خططين خطوط بس بالشوكولاته البيضاء والقهويه. طبعا التزيين هذا اذواق، تقدري تزيني بالمكسرات نفس ما قلت بالشوكولاته ديري خطوط بيضاء وقهويه، بس انا حطيت لها شوكولاته كلها قهويه، ونحطها في الثلاجه شويه نغلفها بالسلوفان او بالكيس باش ما تاخذليش طعم الثلاجه، ونخليها في الثلاجه هيك حاجه نص ساعه، وبعدين نجي هنا طبعا السيليكون اللي درت فيه انا نفس اللي قلت لكم الحشوه انا بدير فيه الشوكولاته باش يعطيني هنا الشكل حلو ويجنك مقاس واحد. نفس ما قلت اذا كان ما عندكش هذا تاخذي ورق الزبده وتحطي الدوائر بتاعت السيليكون هذين بتاعتنا العاديات، تحطيهن وتصبي عليهن يعني شوكولاته بحيث ياخذ لك شكل دائره. اهم حاجه يقبلك نفس المقاس اذا كان ما عندكش رسمه الورده هذه. فهمتي؟ ان شاء الله فهمتوا علي وسامحوني على التطويل، بس انا بنوصلكم فكره. يعني تقدري حتى دوائر صاده مو ضروري دوائر فين رسمه، يعني لما تحطي اي حاجه بلاستيك يعني ما تخشش
مثلا مفتوحه من جهتين متاعت لي الفورمات اللي نقصوا بيه نحن اي نوع بشكوط صابلي او هيك، تاخذيها وتحطي عليه ورق الزبده بس، ومجرد 10 دقائق ولا 5 دقائق تجمد فيه، تحوليها تاخذ لك شكل دائره، يعني ديري بين دوائر شوكولاته بيضاء واجده، وبعدين حوليه من ورق الزبده في سميها حولا هنا. حطيت شوكولاته طبعا في المجمد 5 دقائق، وحطيت هنا النوع الاخر طبعا في الثلاجه ملوطه الحشوه يعني. ناخذ هنا طرف الشوكولاته متاعي اللي درناه الشوكولاته البيضاء باش نلبسها الطرف الحشوه متاعها. ناخذ الشوكولاته العاديه متاعت الفازو، او حتى شوكولاته بيضاء ما زالت سايحه عندك حطيها بس تعطيها طعم، يعني نثبت به الشوكولاته على الحشوه، او بمعنى صح معنى العامي نلصق به طرف الشوكولاته هذا على الحشوه متاعي من جنبي. نحطها من هنا، نحط لها الشوكولاته، او اذا كان ما عندكش شوكولاته كملت عندك شوكولاته ديري حتى عسل خاطر او عسل الجلوكوز، او حتى عسل خاطر زين حاجه تمسك لك، يعني كيف يعني مش واجد نحن بحاجه تمسك لي الطرف هذا باش ما باش يثبت معايا. او نفس الشوكولاته الخام اللي نحن درناها سيحناها في النوع الحلو او القهويه او البيضه، تقدر هي عباره عن مسكه بس، تقدر تحطي منها شويه، تضغط عليها بالشكل هذا، وبعدين نقلبها على الجهه الاخرى، وندير الجهه الاخرى بالشكل هذا. طبعا هذا في اللي يسمي فيه مروحه، طبعا اسامي واجده، هم اهم حاجه منا الفكره، منا فكره الشكل متاعها. وفي اللي يديروا حتى في الباقه، وفي اللي يدير طبعا انواع الحلوه واجد، بس هن وتقدري بيه حتى الحلزون نفس الحشوه بالضبط تلبسيه، وترافل حتى هو يشبه الحشوه، يعني تديري شوكولاته تسيحي حمامه تسيحيه وتلبسيها في شكل السيليكون بتاع الترافل، وبعد ما تجمد معاكي تطلعيها وتحشيها بالشوكولاته والبسكوت المرحي، بس ما تخلطيش مع بعضك الطبقات طبقات، تديري كريم شانتيه، يطلع طعمته حلو ونوع حلو ومميز. حتى هو في العيد تقدري تديريه حلو الترافل، وتقدري تقسمي الشوكولاته بالنص، تديري نص بالفرشه تمسحيه ابيض ونص الاخر بعد ما يجمد تطلعيه ديري نص الاخر قهوي، يطلع لك نص حلو لونين حلوات، او لون وردي واصفر او وردي وابيض او الوان، يعني متشكله بحاجه يجي معك ترافل حلو. طبعا لبسها بالشكل هذا ونضغط عليها بالشكل هذاهي، وتجد هذا شكلها حلو، تقدر تخليها واقفه او تخليها راكده هيك كيف ما تبي انتي. ونجول نوع الكور، هنا لبستها بالشوكولاته هنا الطاجين بتاعي ندير خططتها بالشوكولاته البيضاء بالطول وبالعرض، بعدين خدت كي عود الاسنان. طبعا الحركه المعتاده هذه للتزيين درنا بها الشكل هذا باش يندار معك. وطبعا في سمين قص، اهم حاجه اذا كان حسيت الشوكولاته بتاعك انت وتسيحي فيها ما تخليهاش، حطي لها حتى كشيك شوكولاته عاديه اذا كانت. طبعا نوع الكوره حطيناه في الشوكولاته وطلعناه حطيناه على ورق الزبده هو والاصابع، وحطيناه في الفريز شوي، بعدين طلعناهن زينت بشوكولاته البيضاء وهي مجمده، طلعت زيني بيها شوكولاته بيضاء حتجمد برضه بسرعه. حطيت لها حبتين لوز، يعني كل وحده حبه لوز، وتزيين اختياري طبعا حسب الجو متاعك والذوق متاعك تقدري تديري بس هذا هو يعني سهل وبسيط. طبعا قصدي تعزيز طعم شوكولاته البستان، ضيفي لها كشيك من شوكولاته نوتيلا. الناس اللي تحب النوتيلا، طبعا انا ما نحبش النوتيلا بصراحه، واكيد في ناس واجده ما يحبوهاش، لان احس في طعم قوي متاع البندق واجد، انا مش محبه البندق واجد. ممكن اللي تعزيز طعم طبعا شوكولاته البستان طبعا معروفه تمشي قالب نتاعها واجد، خلطي معها تركيه ايطاليه المانيه، خلطي معها عادي سيحيه معاها حتى تتغالك اصلا طعم الشوكولاتات الاخرى، يعطيك طعم قواه، يعني بعد خلطي مع البستان تمشي معك واجد، لان هي اقل في التسعيره، لان الجرامات بتاعتها اكثر فاقل شويه تعتبر. او تخلطي معك شيك شوكولاته الفازو اللي احنا تو درناه، او اي نوع شوكولاته فازو نوعيتها طعمتها حلوه، خلطي معها كشيكين كشيك كبير في التسييح، يعني 3 قوالب ياخذ كشيك كبير تسيحيه معه وتصبيه فوق منها بدل الزيت، او صبي له طشه زيت مش واجد، ممكن كشيك زيت مع الشوكولاته هذه وصبيه فوق النوع، بعد بتحطيه يعطيها طعمه حلوه. وهذا الشكل النهائي. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم، وسامحوني كان طولت عليكم والله، حبيت بس نوصل المعلومه بكل بساطه بس لتفهموا عليا، وان شاء الله فهمتوا عليا، ومع السلامه. وما تنسوناش تعليقاتكم حلوه بجد بجد يا ما فيها، ربي يحفظ ان شاء الله لي ويفتح الله علي ديما يعلق لي. نسال الله يجزيني عني كل خير، وفي امان الله، ونتلاقوا في وصفات جديده يا رب ان شاء الله. نديروا مع بعضنا ان شاء الله نوعين اخرى ان شاء الله تشوفون في الفيديوهات الجايه. مع السلامه.